علاش تأثر الجوهر؟ أنت في كل حلقة كنت تسميها، كل مرحلة انتخابية تسميها بتسمية، اليوم تبكي. علاش بكيت؟ أولا لأنه شعب تونس شعب عظيم، وكل عبارات الإجلال والتقدير والانحناء لشعبنا العظيم، لكل الشهداء الذين سقطوا على هذه الأرض من أجل الحرية، من أجل الكرامة، نتذكروهم، نتذكروا عائلاتهم، نتذكروا أيضا كل الجرحى. تونس عادت من بعيد، كنا على قاب قوسين أو أدنى من شفير الفساد وشفير المافيات، وفي اللحظة الحاسمة صوت الشعب التونسي لنفسه وأنقذ بلده أحلى إنقاذ. الرسالة كانت واضحة جلية مدوية مجلجلة، استفتاء شعبي لصالح تونس ضد الفساد وضد المفسدين وضد أعداء الحرية. ما نجموا إلا ننحنيوا لشعبنا ونمجدوا كل أسبوع تحط اليوم في الحبار وشارك في الانتخابات وأنقذ بلاده. شباب تونس، شابات تونس، شيوخها، كبارها، كهولها، نسائها، رجالها، كلهم هبوا من شمالها إلى جنوبها هبة واحدة لإنقاذ بلدهم. وهذا ما ينجم إلا يبعث فينا روح الأمل أن تونس لا تزال قادرة على العطاء، شعب تونس لا يزال قادر على العطاء، آماله كبيرة، طموحاته كبيرة. الآن لا يحق لأحد أن يخذله مرة أخرى، ولا أعتقد أن هناك من الآن يتجرأ على خذلان الشعب التونسي مرة أخرى، ولن نخذله مرة أخرى.